إذا السيجارة الصغيرة التافهة دي قادرة تتحكم فيك، خليك متأكد إنه أي زول وأي شيء تاني عادي ممكن يعمل فيك الدايرة. خليك عارف إنه أي عادة بتكررها باستمرار غالبا وراء إحساس معين، وفي حاجات بنحب نعملها مش عشان هي كويسة لنا، لكن عشان بتدينا أحاسيس زي الهدوء، التنميل، تركيز مؤقت، ومرات وسيلة للهروب، مراقة يعني. عشان كده السؤال الحقيقي المفروض تسأله لنفسك مش ليه أنا بعمل العادة دي، لكن السؤال إنه شنو الإحساس اللي بتديني له. لأنه مرات السجاير، الشيشة، الفيب، الكحول أو أي سلوك متكرر ما بيكون هو المشكلة الأساسية، هو بيكون بس محاولة من جسمك إنه يلقى الراحة والأمان بطريقته الخاصة. فما أي حاجة بتديك إحساس مؤقت بالراحة والأمان معناتها هي حاجة دسيسة. عشان كده الأمان الصحي ما معناته نجبر نفسنا نوقف أي سلوك بالقوة. المعنى الحقيقي للأمان الصحي إننا نفتش كيف نحقق نفس الإحساس بطريقة صحية وما مؤذية للجسم وللجهاز العصبي، لأنه الهدف الصحي مش إننا نزيل السلوك ده وبس. الهدف الحقيقي إنه إحنا نفهم الحاجة الموجودة تحته ونتعلم كيف نلبيها بطريقة أهدى وأرحم وأوعى.